إن قتل الكريم بالشسع غالي. يا أخي تحس المفردة هذه ما تلوق إلا بخالد تاجة. لا قالها خالد تاجة خلاص. هو سبحان الله مسلسل الزير سالم من أعظم المسلسلات، لم يوجد الزمان بمثله نهائيا. من عام 2000 إلى اليوم لم يظهر مسلسل واحد يوازي 10%، مع احترامنا لكافة المجهودات اللي قاعدة تصير في كل مكان، يوازي 10% من قصة ومسلسل الزير سالم. ممدوح عدوان ككاتب، حاتم علي كمخرج، وممثلين. ترسخت أذهاننا على هالممثلين. لما تسمع في سيرة أو تقرأ في سيرة الحارث بن عباد يصير قدامك خالد تاجة لا إراديا. لما تقرأ عن الزير سالم ما يليق بهالمنصب هذا والمكان هذا إلا سلوم حداد، جساس عابد فهد. وانت رايح المسلسل الشخصيات اللي كيف ترسخت في أذهاننا بشكل عظيم. مسلسل عظيم جدا والله. إني أحث حتى الأبناء الآن وحث الآباء أنهم يعلمون أبنائهم على هذا المسلسل وأنهم يتعلمون منه. هذه حرب لا ناقة لي بها ولا جمل. من اللي قاله؟ الحارث بن عباد في هالمسلسل. إن الدية عند الكرام الاعتذار. وبعدين يوم قلب وصارت المصيبة عليه قال لا أقتلن به عدد الرمال والحصى على الزير سالم أنت الحارث بن عباد. فكانت شخصية مفصلية، شخصية عظيمة يعني لا تقل عظمة لا عن جساس بالمسلسل ولا عن الزير سالم. الحارث بن عباد الحال كان مفصلي، طلع من هالحرب هذه ولا لين ابلته هالحرب نفسه، فطلع عليهم وكسر ظهر الزير سالم. اي صحيح كسر ظهره. يعني هذاك اليوم في جهة اجتهدت صراحة في يعني ابراز مسرحية جميلة ولاقت استحسان الكل يعني بشكل عظيم. مسرحية الزير سالم. صارت المسرحية هذه والجهد كان عظيم وجميل جدا. خلنا من الجهد العظيم اللي صار والمسرحية الجميلة اللي أعادوا فيها الزير سالم بعد 25 سنة أو مسلسل الزير سالم بالتحديد. لكن لما يجي أو تجي شخصية الحارث بن عباد مثل ما قلنا بالبداية تجي شخصية خالد تاجة فقط، ما هو موجود لا تجي بحث ثاني. خصوصا إذا جيت ودخلت على باسم ياخور. باسم ياخور شخصية كوميدية فقط لا أكثر ولا أقل. لا يصلح وربما يصلح وربما ما يصلح يعني نهائيا للفكاهة. عند ناس كثير يشوفونه ثقيل دم وناس يحسون انه يعني طوله مخرب عليه اشياء واجد. وربما انا شخصيا يعني ما حبيته من اول ما مثل خالد بن الوليد. حسيت انه يعني هدم الشخصية التاريخية وحرام انها تطلع بالشكل هذا ويمثلها باسم ياخور. لا، في مليون ممثل غير باسم ما يصلح ابدا، ما يصلح. خصوصا لما تجي الان تحطه في شخصية الحارث بن عباد بالمسرحية. يعني بالله عليك واحد يقول إن قتل الكريم بالشسع غالي، فاهم؟ تحس إن اليوم مو راضي يتخلص، والله مو راضي يتخلص. بالله شوف الشخصيتين وشوف المقارنة. شوف هذا باسم ياخر بالمسرحية شلون أحس إنه يعني صراحة اللي ما شاف المسلسل وشاف المسرحية بس تشوهت صورة الحارث بن عباد عنده نهائيا. هذا شكل ساحر مو شكل الحارث أبدا يعني. إن قتل الكريم بالشسع غالي. إن قتل الكريم بالشسع غالي. هربا مربط النعامة مني. أين سيفي؟ أين لباسي؟ شفتها حلو. الحين تعال معي وشوف الحارث بن عباد. خالد تاجة رحمة الله عليك. يا أخي وش تقول وش تخلي يا رجل هذا الشخص والله لولا التمثيل لتقسم أنه الحارث بن عباد، أنه هذا الحارث بن عباد. لكن سبحان الله، سبحان من أعطاه هذه الموهبة العظيمة. موهبة يا جماعة. بالله شوف عظيم في هذا المسلسل، يعني ربما أعظم ما قدم يعني مع التغريبة الفلسطينية وغير المسلسلات، لكن أعظم ما قدم خالد تاج رحمة الله عليه هذا المسلسل. يعني عابد فهد فارق مع الحجاج بن يوسف الثقفي، فارق في كل شخصية يجسدها عابد فهد. سلم حداد يغرد خارج السرب قبل سنوات كان أيمن زيدان في بداية التسعينات وبعدها اختفى، يعني ترك الشخصيات التاريخية. لكن هؤلاء الأشخاص يعني هذه الأسماء خلينا نقول أسماء عظيمة جدا، أسماء لابد أن تستثمر في مسلسل تاريخي يوازي الزير سالم أو ربما يتفوق عليه. ما بقى شيء ما قلته والله في كل مكان يا جماعة. معركة داحس والغبراء وشخصية قيس بن زهير العبسي تحديدا في الجاهلية، هذه القصة أعظم ما مر في التاريخ الجاهلي على الإطلاق.
قيس بن زهير شخصية عظيمة جدا، اللي صار بين عبس وذبيان، المعارك اللي صارت والأمور لم يتفوق أحد بها إلى الآن، وإلا الآن موجودة قدامك على طبق من ذهب. فأيا كنت مسؤول في هذا الجانب لا تفوت هذا الطبق من أمامك. طبق عظيم وحرام أنه يطلع وبشكل يعني يكون عادي جدا، أو ممثلين تعرف اللي يمشي ويصير شغل تجاري. لا 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 نهائيا. شخصية الملك زهير بن جذيمة وشخصية قيس بن زهير، يا أخي بعطيك جرين لايت، بعطيك ضوء أخضر. أنا تكلمت عن الشخصية هذه بسيناريو قبل تقريبا 3 إلى 4 سنوات ب10 حلقات، سيناريو كامل. يا أخي أنا معطيك إياه مجانا، ادخل طال عمرك على الحلقات وخذ السيناريو، جيب لك سيناريست وسوها كلها وادخل على نفس السياق اللي موجود بالقصة. طبعا القصة موثقة توثيق كامل من التاريخ كله، وانت بتروح روح للطبري، روح لابن كثير، روح لاي واحد، راح تلقى نفس السياق اللي جبناه لكن بسياق درامي. لكن واللي يرحم والديكم ايا كنت، هالشخصيه هذه والقصه هذه يا اخي لا تموت، لا تصير حبيسه الادراج. انا تعبت وانا اسولف، تعبت وانا اقول، تعبت وانا نادي على هالشخصيه العظيمه اللي لابد ان تجسد في القريب العاجل. مثل قيس بن زهير لن يوازي الزير سالم احد نهائيا وعلى الاطلاق. الزير سالم أعيد وأكرر، علموا أبنائكم أن هذا المسلسل لفظ اللغة العربية بألفاظ عظيمة جدا، وكان مليء بالحكم ومليء بالقصص والروايات اللي داخل المسلسل اللي تدرس أجيال خلف أجيال. 25 سنة وإلى الآن كل مرة نرى لقطة معينة ومفردة وجملة جميلة ونستخدمها في أيامنا العادية وكأننا نسمعها أول مرة. مسلسل فارق، مسلسل عظيم. إنما أوتيته على علم عندي. يا أخي أحس فيه تجانس عظيم جدا، يعني تجانس يعني كبير بين هذه رؤية قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، وبين الشخص اللي يقول والله أنا هذه الثروة وهذه الأملاك وهذه الأمور أنا اللي نميتها، أنا اللي سويتها، أنا اللي وفق خطط استراتيجية وفق كذا وأمور. أحس إن فيه، تحس معاي إن فيه تشابه يعني باللفظ، وكأن تدبير الله سبحانه وتعالى لم يكن موجودا. وهذا أمر عظيم، إن لما يجي الإنسان ويتكلم في هذا الأمر وكأنه هو اللي يدبر الأمر كله، ومدبر الأمر دائما وأبدا الله سبحانه وتعالى، هو اللي يدبر الأمر ولا يدبر الله إلا خير. تدري معنى عميق في هذا اللفظ تحديدا، يدبر الأمر. على سبيل المثال، تعرفون قصة الخضر مع موسى عليه السلام لما طلعوا وركبوا على سفينة وخرقها؟ وش قال له موسى؟ قالوا أخرقتها لتغرق أهلها؟ ما كان يدري أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكان هذا الرجل يدبر أمر معين من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مسخر له الأمر هذا، الأمر اللي تحس أنه شر في شكله ظاهر وشر. خلقت سفينة لتغرق أهلها، هذا الواقع وهذا الظاهر، لكن الأمر أعظم، خرقها لكي لا تؤخذ غصبا، لا تؤخذ هذه السفينة غصبا. قتل الغلام لكي لا يشقى والديه به. فلما تثق هالثقة العمياء أو الثقة العظيمة، ما نبي نقول عمياء، ثقة مليئة بالبصيرة، ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى أن الله هو يدبر الأمر، وأن كل أمر من الله سبحانه وتعالى خير. لن تبتأس أو لن تبأس في هذه الحياة كلها، لن ترى البؤس في حياتك كلها نهائيا، راح تعيش حياة سعيدة حتى لو كان الأمر اللي تحس فيه أنه شر عليك. تخيل لو أقول لك الآن أنه أنت أغلى عيال أبوك عليه، يعني أبوك يحب عياله لكن أنت أغلاه، هذا أمر حسن ولا مو حسن؟ أنت بالظاهر بتقول لي حسن، لكن هذا الأمر نفسه هو اللي رمى يوسف عليه السلام في البئر. وتخيل لو قذفت في البئر، هذا الأمر اللي صار على يوسف عليه السلام أمر حسن ولا مو حسن؟ في ظاهره راح تشوف أن الأمر هذا جدا سيء، لكن هالبئر هذا هو اللي دخل يوسف إلى بيت العزيز، عزيز مصر. وتخيل أنك أنت لما أجي أتكلم معك وأقولك تروح وتعيش مع هالملك هذا والعزيز، خلنا نقول اللي راح تصير عنده تاكل وتشرب وتنعم وتصير، تحس أنه خلاص أنا راح أصير مع الفلان وراح أصير معاهم وأدخل معاهم، تحس أن الأمر كله خير. لكن بالظاهر أو بالواقع مش خير أبدا،
لأن هذا المكان هو اللي دخل يوسف عليه السلام إلى السجن. ولو تروح للسجن وتشوف منظر السجن وتتكلم مع أي واحد أنك تدخل السجن، مثلا ما دخل يوسف عليه السلام للسجن، الأمر في ظاهره أمر سيء جدا، لكن السجن هذا هو اللي خلى يوسف عليه السلام مالك الأموال مع عزيز مصر. فهذا كله دبره الله سبحانه وتعالى أيما تدبير عظيم. الظاهر في المحبة اللي صايرة بين يوسف وأخوته الظاهر جميل جدا، لكن الواقع مؤلم. رماها للبئر، ولا رحت للبئر، الواقع كان جدا جميل لكن الظاهر كان جدا مؤلم. دخلوا للقصر اللي كان في واقعه جدا سيء لكن في ظاهره جدا جميل. دخلوا للسجن اللي كان في واقعه جدا جميل لكن في ظاهره جدا سيء. دخله إلى ملك مصر ومن عليها. فلذلك الإنسان دائما يثق بالله سبحانه وتعالى، والثقة هذه تكون في الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى، وتثق أن الله يدبر الأمر إلى خير. لا تبتئس، لا تحط ببالك أني والله أنا دخلت تجارة وخسرت فيهم. يمكن الله سبحانه وتعالى أعفاك من أمور ربما أنها تجي عليك أضعاف مضاعفة وتخسر خسارات فادحة، فخسرت الخسارة بسيطة على أساس الله يعوضك فيها في أمر ثاني. والله أنا دخلت طال عمرك إلى موضوع معين أو أبي لي حاجة معينة لكن الله سبحانه وتعالى لدني عنها، مع أني أنا رجال والله أني كنت أبيها وكل الخير موجود فيها. يمكن يكون الظاهر كله خير لكن يكون الواقع كله بؤس. ما قبلت في هذه الوظيفة، الله سبحانه وتعالى كاتب لك خير في مكان آخر. الوظيفة هذه يمكن تمسكك عن أمور كثيرة. قس على ذلك كل أمور الحياة، من زواج وحياة اجتماعية ووظيفة وعمل وتربية وأبناء وكل شيء في هذه الحياة على كافة الأصعدة. سترى أن تدبير الله سبحانه وتعالى هو التدبير الأعظم. يدبر الأمر. لو تمعنت في هذا اللفظ لما ابتأست يوما من الأيام وأنت تعلم جيدا أن من يدبر الأمر لك هو الله سبحانه وتعالى. ناصر هذا حكايته غريبة عجيبة لدرجة أنه يمكن ما مرت عليك نفس القصص هذه، يعني تحس إنه بخيال، لكن أنا سامع القصة منه يعني من الشخص هذا نفسه. بس فيها جمال عظيم جدا. والله السلام عليكم. القصة هذه بدت بداية الألفينات، يعني خلينا نقول من 2001 إلى 2005 6 هالحلوة هذه. يعني ناصر هذا رجال بسيط جدا يملك قوت يومه، موظف راتبه قليل بشكل يعني يلا يكفي معه نص الشهر تقريبا، نص الشهر، لكن رجال طموح، عنده طموح عظيم جدا. يعني يبي سبحان الله يرزقه بخوال راعين خير، ناس عندهم ما شاء الله من الأموال والتجارة الشيء العظيم والشيء الكبير. وكان دائما يطمح يشوف خواله، بس إنه نظام بعض العوائل اللي سالفة كل من تجارته له، يعني على قولة إخوان السوريين كل من إيده لإله. فهم نظامهم كذا، يعني نظام ما في أنت تجارتك عندك شيء تاجر فيه، ما عندك شيء لا تتوقع إني أبي أشيلك وأحط لك ولا. فكان طموح يعني. فيقول بيوم من الأيام رحت عنده عيال خالي جالسين بالمجلس يسولفون وأنا جالس بينهم كذا، فقام واحد منهم قاعد يكلم بالتليفون كذا. فيقول هو قاعد يكلم بالتليفون بالمكالمة قاعد يقول لا 26 مليون لا خلى إذا 30 أوكي، أما 26 مليون انسى الموضوع، السالفة هذه. فيقول أنا قاعد أسمع أقول 26 مليون وش 26 مليون؟ المليون مستحيل، ما مر عليه نهائيا ما مر عليه. فيقول قاعد يقول 26 مليون وش معقولة بسعر بعملتنا، يعني مستحيل يعني. فيوم خلص المكالمة يقول نظرت فيه، قلت أبو فلان، قال هلا. قلت طال عمرك بس أنت قاعد تقول 26 مليون، وش 26 مليون؟ قال 26 مليون ريال في واحد يسوم أرض عندي بس أنا حديته على 30 مليون ما راح أبيعه. قال المليون اللي عندكم نفس اللي عندنا، يعني اللي احنا نسبع به. قال لي هذا هو نفسه. فناظر كذا سكت. إن شاء الله تضبط الأمور يعني. يقول طال عمرك مشت الأيام وأنا طموحي إني ألقى لي شغل من هالشغل اللي قاعد يسولفون فيه، وإني أطلع مع هالناس، أبي أطلع فيني شغل، فيني عمل، فيني شغف كبير يعني. يقول مرت الأيام وعيال خالي يعرفون الشغف اللي فيني، يعرفون إن عندي شغف ويبون يعني يساعدوني بشغلة ولا شغلات بسيطة يعني، بس إنه على حسابي. سالفة إنه أنا أدفع لا نهائيا على حسابك أنت. يقول شوي طال عمرك وجاني اتصال بعد شهور يعني، ولا واحد من عيال خالي اللي كانوا جالسين بالمجلس، مرحبا شلونك ناصر، كيف الحال؟ طيب. قال الله يطول عمرك. قال ناصر يا أخي
فيه تجاره معينه راح تصير، وفي رجال يبي يجيب بضاعه من الصين. فالرجال هذا اللي بيجيب بضاعه من الصين قاعد نجمع مبالغ ماليه، عندنا مبالغ ماليه مشاركين معه، وكل واحد له سهم معين. قال حلو، قال كم تقدر تدبر مبلغ، والمبلغ هذا راح يجيك ارباحه 50%. تدفع 100,000 يجيك 150,000، تدفع 200,000 يجيك 300,000، كيفك انت المبلغ اللي تبيه يعني. قال والله حلوه، بس انا ما ادري البنك كم يعطيني قرض، كم اقدر اخذ منه يعني. قال والله هذا الموضوع عندك، لك هاليومين هذه رد لي خبر، اذا لك شف بالتجاره ولا شغل ولا كذا على طول ضبط امورك وتعال لي او دق علي. قلت ان شاء الله ابشر، انا بشوف لك الوضع ان شاء الله والامور طيبه. يقول خليت الرجال واروح البنك واشوف البنك. جو البنك قالوا احنا نعطيك حبيب 130,000 غيره ما نعطيك ولا ريال، اخذ القرض ما اخذ القرض. يقول قمت اوسوس بالموضوع يعني شلون ادخل معاهم بهالتجاره هذه وشلون اطلع ربحان. الفتره كانت 4 شهور فقط، خلال 4 شهور راح يرجع لك المبلغ، فالامور طيبه. فيقول طالع انا واحد من اخوياي وواحد من اخوياو، اللي من اخوياو هذا رجال الله معطيه يعني تاجر شويه. فيقول قاعد اسوق السياره كذا وطالعين من مكان الى مكان ثاني، حنا نتمشى. يقول شوي ولي يرن التليفون وارفع السماعه، هلا ولا ولد خالي نفسه. قال جهزت المبلغ؟ قال والله شوف انا المبلغ اللي يعطوني اياه البنك تقريبا 100. قال ما اخذته للحين. قالوا شوف هو 100,000 بس انا بشوف لك الان عطني بس يومين، امهلني بس يومين. قال خلاص بمهلك يومين، وترى احنا داخلين كلنا، ولد خالك فلان ولد وخالك فلان كلنا داخلين، العائله كلها داخله، فلا تتاخر واللي يرحم والديك، والله ان ما حد معطلنا بالمشروع هذا الا انت. يقول قلت له ان شاء الله خير والامور طيبه ان شاء الله، واسكر السماعه. يقول نظر فيني الرجال اللي معي، مو خويه التاجر اللي عنده خير. يقول ناظر، قال وش العلم؟ قلت والله العلم طال عمرك ان عيال خالي داخلين لهم تجاره مع واحد، الواحد هذا جاي من الصين وجايب بضاعه وكذا، ففيها ارباح تقريبا 50%. قال ليه ما شاركت معهم؟ طلعت فيه قلت وين اشارك معهم؟ انا بحاول اخذ قرض من البنك يعني 100,000 اضبط اموري بس. يقول شوي وياخذ شنطته ويطلع منه دفتر شيكات. قال وش اسمك؟ قال اسمي فلان الفلاني. عسى ماشر وش قال لحظه. يقول يسجل اسمي كامل ورقم بطاقتي ويحط مبلغ 500,000 ريال. قال اسمع يا لحية الغانمة، انت رجال مبروك، وانا خويك هذا ترى دائما يمدح فيك ويقول انك رجال مبروك وتدور الارزاق، وهذه بركه. انا بعطيك 500,000، ال 500,000 ترجع تقريبا 750,000. حلو؟ قال حلو. قال 250,000 اللي جايه هذه، ال 500 رجع لي، وال 250,000 النص بالنص. ايش قلت؟ يقول 125,000 تجيني بدون اي تعب. هذا شيء عظيم جدا يعني ما حلمت فيه، حلم ما حلمت فيه. قلت يا ولد بس انه قال ضامنهم عيال خالك؟ قال لي بالله اني ضامنهم. قال اجل هذا الشيك وروح اصرفه وضبط امورك وسنع كل شيء، والوعد بيننا بعد 4 شهور. 4 شهور؟ قال 4 شهور. قال اقول لك شيء، خذ 5 شهور. قال بيض الله وجهك، عز الله انك فكيت علي ازمه عظيمه جدا. 125. يقول قمت افكر كذا وش الموتر اللي اخذه، وش اشتري، وش اسوي. 125,000 مبلغ هائل في بدايه الالفينات، مبلغ كبير يعني. فيقول جيت طال عمرك واخذت 500,000 وانا اروح لعيال خالي، السلام عليكم السلام. بشر يا ناصر، وش اللي طلع معك؟ قال والله اللي طلع معي 500,000. ما شاء الله 500,000. قال لي والله. قال عز الله ترى فلان دافع 3 مليون، فلان دافع 2 مليون، فلان. قال انا عاد ال 500,000 هذا راس مالي كله، ومو هو راس مالي ماخذه بالرجال. يقول خذوا ال 500,000 وخلوها عندهم، وقالوا له عاد ان شاء الله بعد 4 شهور. 4 شهور ويوم دق علينا انتهى الموضوع. يقول خذوا، والناس راعين تجاره وشغل يعني. يقول والله مرت علي ال4 شهور هذه تقل 4 سنين. 4 سنين. يقول انا انتظر ويوم افكر ويوم لو يروح فلوس وراحت، تعرف الافكار راحت بي يعني الاماكن بعيده. زين اذا راحت ضاعت الفلوس، لا مستحيل ما تضيع تجاره هذه بيصير كذا، لا اذا جاني فلوس وش. يقول راحت الافكار، راحت تودي وتجيب. 4 شهور كانت من يعني اطول الايام اللي مرت علي في حياتي. يقول بعد 4 شهور ما حد اتصل علي. 4 شهور ويوم ما حد اتصل علي. يقول تقريبا خليتهم، قلت يعني خلني افهقهم اسبوعين ابى اشوف الوضع. يقول بعد اسبوعين ولا احد اتصل علي. يقول وانا ارفع السماعه وادق على واحد من عيال خالي. الو ابو فلان، هذا اللي عنده الفلوس. ابو فلان مساك الله بالخير. قال هلا لا لحظه سرى اي لا هذا افرش يتكلم كذا ورقه، قاعد يلعبون ورقه. فيقول انا مستغرب وش. قلت ابو فلان تسمعني؟ قال اسمعك اسلم.
قلت له يا طويل العمر الفلوس تخبر التجاره اللي دخلنا فيها من 4 شهور. قال اي تجاره؟ قال تجارتي ما تخبر اللي دخلنا فيها مع الصين اللي جايب ايه لا سرقنا الرجال، سرقنا ومشى. لا انت والله سجل عليك، والله اسجل عليك. لا سرقنا الرجال، سرقنا. يقول هو يتكلم، تخيل بالاسلوب هذا وانا حاسس بيمزح. يعني وش البرود هذا؟ وش قاعد يا ابو فلان اكلمك انا؟ قال ما دق عليك خالد؟ قال لا ما دق عليه خالد. قال خلاص كلم خالد، العلم كله عنده، يلا العب. طق ويسد بوجهي. يقول انا تعرف اللي اظلمت الدنيا بعيني، اظلمت. ايش قاعد يقول هذا؟ يا الله يا رب انه يمزح، يا الله يا رب انه يمزح. يقول يا ولد انا طحت بموقف غير شيء. يقول وارفع السماعه وادق رقم خالد، ادق على خالد مدري منو، ضيعت خالد وادق عليه. خالد وش العلم اللي صاير؟ قال ايه علم؟ قال يا اخي فلوسي اللي اعطيتكم. قال يا ولد ترى كله 500,000 عادي الوضع. قالوا وش 500,000؟ انت مجنون ولا صاحي ولا ايش موضوعك بالضبط؟ 500,000 هذا مو فلوسي، هذا كل ما املك بالدنيا من الرجل. يعني مجنون انت، فيك شيء؟ قال يا ابن الحلال انت ما تدري، هذا الرجال اللي تاجرنا معه سرقنا وهج. شلون هج؟ قال والله ما كان بيقول لك احمد، بس انا والله انه قال لي اني اقول لك قبل يومين، بس اني ما حبيت اني اغثك. تغثني؟ انت قتلتني يا ابن الحلال. قال عاد امر الله وصار وخلاص وانتهى الموضوع. قال وش انتهى الموضوع؟ بفلوسي. قال فلوسك فلوسنا راحت، ما عندنا شيء نهائي. تبيني اعطيك من 500,000 من جيبي؟ ما يصير بعدها، انت ما ترضى يا ناصر. سلم على خالتي وسلم على الربع كلهم، يلا نشوفك على خير. طق. يقول يسد التليفون بوجهي. يقول انا جلست اناظر كذا، وش البرود اللي قاعد يعيشون الناس هذولا؟ وش قاعد تسوون؟ فلوس ناس هذه حرام، ما يجوز. انت وش قاعد تسوي؟ يقول وسوست. يقول اخر شيء ولا كن واحد منبهني، قال له فلوس الرجال. يقول انتبه. قلت والله فلوس الرجال. الحين الرجال وش اقول له؟ تدري شلون؟ الله يحل بكره. يقول وجهي طال عمرك بكره وضبط اموري وادق على الرجال. رفع السماعه، هلا يا مرحبا. يقول رجال نجودي، رجال يقول رجال ما بعد. ودقيت عليه، السلام عليكم شلونك فلان؟ ابي اجي قهوه عندك. قال الله محييك. يقول هذاك كله امل اني انا مرجع فلوس، الامور طيبه ان شاء الله. يقول وكشخ كذا وروح عنده. السلام عليكم. السلام، يا مرحبا، يلا حيو، تقهوينا وسولفنا وضحكنا. قلت له والله يا طويل العمر انا والله ماني جحاد معروف، ولا جحاد مال. انا جايك اثبت فلوسك علي، انا بثبت فلوسك علي. قال ايه؟ قال والله العلم سلامتك. الرجال اللي كنا داخلين معه تجاره على اساس انه بندخل بالموضوع سرق الفلوس وهج. قال سرق الفلوس وهج. قال ايه؟ قالوا بعدين؟ قالوا سجل علي كمبيالات، سجل ايش تبي، اي شيء تبي سجل علي اللي تبي وفلوسك ان شاء الله تجي. لكن انت تدري يعني هاي تجاره وربح وخساره وانت تخبر الامور. يقول بحاول اني اخفف على نفسي، يمكن يجدع لي 100,000 200,000، يمكن الرجال يقول لي خلاص رح الله ما كتب وانت. يقول فناظر فيني كذا. قال اسمع يا ناصر، انت رجال يمكن ما تعرف بالبزنس ولا تعرف الامور هذه كلها. لو قايل لي ان الرجال غرقت الباخره وهي جايه قلت لك قضاء وقدر. لو قلت لي ان التريلات اللي جايه وجايبه البضاعه والدنيا هذه كلها احترقت ولا المستودعات، قضاء. سالفه انك تجيني وتقول لي والله الرجال سرقنا، هذه والله ما هي مقبوله نهائيا عندي. كم يبي لك مهله وترجع لي الفلوس؟ يقول يوم قال لي كذا ناظرت فيه قلت والله يا طويل العمر انت تخبره. قال كم يبي لك مهله وترجع لي فلوسي؟ انا بفلوسي 500,000 حقتي، رجع لي ما منك ولا شيء، لا ارباح ولا غير ولا كذا، عطني 500,000 حقتي. قال والله يا طويل العمر اللي تشوفه انت، اللي تشوفه خلاص انت تقرر يعني. قال انا ابفهقك سنه، لا دار الحول الامور طيبه ان شاء الله، وتعال لي لا دار الحول شوف كم جمعت من الفلوس. يقول قلت له خير ان شاء الله، يعطيك العافيه يعطيك العافيه. يقول طلعت من عنده منكسر انكسار ما يعلم فيه الا الله. يقول والله اني طلعت وانا ما ادري وين اروح، يعني ما ادري وين اوجه. اروح البنك اخذ قرض؟ لا ما يصير، ما يعطوني 130,000 تقريبا، ما يعطوني اكثر يعني. اروح كل ربعي مثلي يعني شحاذين ما عندنا شيء، كادحين يعني ما في ولا شيء.
يقول ما ادري وين اروح يعني. والله ما ادري وين اروح. يقول انا اروح طال عمرك استراحه وحذف شماغي وانا اجلس طال عمرك، ولا واحد من الشباب من اخوياي قاعد قدامي يتقهوى. ايش فيك يا ناصر عسى ما اشر؟ يقول نظرت فيه قلت ما في الا العافيه ان شاء الله. يقول شو يطقطق عنده ما ادري وش، يطقطق كمبيوتر يطقطق يكلم يعني تعرف منشغل كذا. يقول وانا ماني يمه نهائيا. يقول ناظر فيني كذا قال لي ناصر. يقول انتبهت آمر. قال شاركت بالمساهمات الجديدة. يقول نظرت فيه قلت له وش المساهمات الجديدة؟ أي مساهمات؟ قال يا أخي في شركة بالإمارات اسمها دانا غاز. أيام دانا غاز يخبرون المكافحين بهالدنيا اللي كانوا يعتقدون ناس كثير أنهم راح يصيرون مليارديرية بيوم وليلة. يقول قال لي شاركت بدانا غاز. قال لي قال وش دانا غاز؟ قال أسهم اكتتاب الناس من تفضع علي انتفاضة عظيمة، أسهم ما أدري بكم، وتاخذ وتضبط أمورك وتسوي كل شيء وتاخذ لك طالما يبي يصعد السهم 1000% وانتم ياخذون الاسماء. قام يشرح لي يقول وانا انتبهت له قلت يعني؟ قال يعني فيها مبلغ وفيها شغل عدل، لو تاخذ ب1000 ريال يجيك 10000 ريال ويجيك 100,000 يمكن ويجيك والاسماء اللي عندك تجمع. ويقول قام يشرح لي. قلت والله حلوه جميله جدا. شلون اكتتب معهم؟ قال لازم تروح لدبي تكتتب، اما سالفه انك تقعد هنيه وما يصير، لازم تروح لدبي تعبي استمارات وتضبطوا. والناس يقولون الاستمارات ترى ما باقي لهم تقريبا الاسبوع، يعني اسبوع ويخلصون. يقول صارت الفكره ببالي كذا، قلت انا خلاص حلو ممتاز. يقول انا طال عمرك لاهلي واجي واخذ واجمع بطاقاتهم واجمع جوازاتهم واغراضهم وكذا وامورهم وكل شيء واضبط الامور واجمع لي تقريبا 6 إلى 7 اسماء. يقول الان انا ما اعرف شلون اكتتب، ما ادري شلون اروح دبي عند منو، ما ادري اروح لوين. يعني الرجال اعطاني قال روح دبي واكتتب، فانا ما اقدر اضرب مشوار واروح لدبي واضبط الامور واسوي اخر شيء. تطلع لي حلو هذه فيها تقريبا اذا بعنا الاسهم على كل اسم 1000 ريال يجيني 10,000 ريال. فاهم الاحلام كذا قبل، يعني اطلع لي ب 60 70 الف ممتازه جدا اضبط اموري. فدخل بدوامه ثانيه، فاخذ له 6 اسماء 7 اسماء. يقول وانا اجلس واصف الاوراق واضبط كل شيء واضبط اموري، وانا ادخل على الموقع حقهم وادور رقمهم رقم التليفون ابي اتواصل معاهم اشوف وش الطريقه بالضبط. يقول وانا اجي طال عمرك واخذ التليفون وادق عليهم. يقول رفعت السماعه الو السلام عليكم. قالوا السلام. قلت ابي دانا غاز منو المسؤوله به؟ قال لحظه دقيقه، طق ولا محول لي على رقم ثاني. يقول يدق علي واحد من جنسيه عربيه او كلمني واحد من جنسيه عربيه. السلام عليكم. السلام. قلت يا اخي انا ودي اشترك معاكم دانا غاز وكذا. قال لي ان شاء الله انه متاح الموضوع، حياك الله احنا موجودين في دبي والامور طيبه ان شاء الله. قال لي بس انا بتخابره بجي من مكان بعيد واخاف اني اجي ما القى استمارات قال والله شوف انا استمارات ما اضمن لك صراحه، بس اقدر اني احط لك استمارات على جنب يعني، ولا تنسانا بالشكر ولا السوالف الامور يعني كذا. قال لا ان شاء الله ما ننسيك الامور طيبه ان شاء الله، لكن انا ودي انك تجهز لي يعني استمارات شغلات وانا ان شاء الله. قال خلاص الامور طيبه ان شاء الله. طبعا يكلموا على جواله يعني اعطاه جواله رقم جواله وتواصلوا على الجوال كذا. فيقول جيت قلت له خلاص ان شاء الله الامور طيبه وان شاء الله تسنع الامور كلها، لكن انا بجيب اسماء ترى عندي اسماء كثيره يعني. يقول انا حاط ببالي 7 اسماء 8 اسماء كثيره. قال كم عندك يعني تقريبا 1000 2000 3؟ قلت والله تقريبا 2000 يعني تقريبا 2000 بالحلو يعني تقدر تقول. يقول انا مصدوم وش انا عندي 7 بس وش 2000 في شيء هذا؟ قال خلاص اوكي لا جيت دبي دق علي ان شاء الله والامور طيبه ان شاء الله ونسنع لك الامور كلها. يقول سكرت وانا افكر قلت لحظه الحين شلون يعني 2000 منين اجيب يعني 2000 اسم يا الله والله شيء يا اخي غريب يا اخي. يقول ابدا افكر شوف سبحان الله سبحان الله. يقول وانا اجي واكلم الربع اللي موجودين عندي قلت يا الربع احد بيشارك دانا غاز؟ قالوا يا ولد كثير وفي ناس راحوا وفي ناس هنا يبون يشاركون وفي ناس. يقول نظرت كذا قلت يا الربع واللي يشارك لكم دانا غاز؟ قال شلون تشارك لنا؟ قلت شارك لكم هو كل نفر يقدر يشارك ب2000 ريال صح ولا لا؟ قالوا صحيح. قال انا بدون لا تروح اضبط لك الامور كلها و1000 ريال خدمه فقط لا اكثر ولا اقل. يقول ينقز واحد قال يا ولد هذه 3000 ريال وهذه صوره جوازي ضبط لي الامور. قال عندي خله. يقول يجي الثاني ويجي الثالث يقول على كل 2000 ريال اخذ لي 1000 ريال اسحب لي 1000 ريال.
يقول ويجمع لي 1 2 3 4، المهم صاروا 15 16 واحد. يقول وبدا سبحان الله ينتشر الخبر وينتشر رقم تليفوني بين الناس اللي موجودين عندنا، وكل واحد يسحب الثاني. عند ناصر تدري ناصر يقدر يسوي لك كل شيء وانت جالس لا تروح. يا ولد شلون انا وصلت نص الطريق؟ قال لا تروح، وين انت بتروح؟ هناك فندق ما راح تلقى الناس نايمه في الشوارع وما حد عنده فندق، واللي صد رد خلص معه الرجال يخلص لك كل شيء. يقول سبحان الله ثاني يوم وينهدون علي الناس اتصالات. يقول وانا جالس كل شوي ايه موجود، يجي واحد صك طال عمرك 20,000 او 30,000، 20,000 حقت الاسهم و10,000 له، فلان صك على كل اسم ياخذ 1000 ريال. يقول يشتغلون علي الناس من كل حد بصوب. والله العظيم اني قاعد احط الفلوسهم واحط اوراقهم واحط امورهم، وانا ما ادري وش اللي راح يصير مستقبل. يعني انا ما ادري وين رايح، يعني انا عن نفسي ما ادري وين رايح. يقول رايحين الناس واحد ينقل الثاني وواحد ينقل الثاني، لدرجه انه في ناس من المنفذ رجعوا وما يبون يروحون، يتكلف على الفنادق وهالدنيا، وهاللي يجي من هنا واللي يوصيها له واللي يقول له. يقول صاروا الناس علي طوابير. والله العظيم اللي اعرفه ما اعرف، وجمع. يقول جمعت كل اوراقهم ما خليت ولا شيء. يقول كنت اجمع الفلوس على جنب واجمع اوراقهم، وفلوس على جنب اوراقهم. يقول الامور سهالات يعني نمشي الامور. يقول وانا اجي طال عمرك وانا احط الاوراق، يوم جيت اوزعها خلاص نويت اني امشي، يعني بعد 3 ايام تقريبا بمشي، انتهى الموضوع. وباقي تقريبا 5 ايام او 4 ايام كذا، يعني ما في فتره طويله يعني. يقول بديت اجمع الاوراق واصفهم، وبديت اجمع الفلوس واصفهم. يقول انا الفلوس ما ادري كم صراحه، يقول انا ما ادري كم. يقول بدت تجتمع عندي الاوراق كلها والامور. يقول يوم جمعت وانا اجمع 2000 اسم. يقول تخيل 2000 اسم اللي جمعتهم، تخيل على كل اسم تقريبا اخذ 1000 ريال على كل اسم، و2000 اسم. يقول طلعت جامع لنفسي فقط بس الحالي لي انا من غير مبلغهم يقول طلع 6 مليون. يقول انا طلع لي مبلغ بس 2 مليون ريال. يقول انا منصدم. تعرف وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ شوف سبحان الله فرج ربك. يقول ما ادري وش اللي قاعد يصير قدامي. سبحان الله الفلوس بدت تنكب علي من كل جهه. يقول واجمع وطالع ولا 6 مليون. 6 مليون تخيل انا 500,000 بغيت اموت عليها، 6 مليون موجود للناس. لو واحد ولد حرام حشومين رجال هج فيهن وخلى الناس طال عمرك الطالب وراه ما راح تلقاه. يقول 6 مليون موجوده هنا ومليونين لي. يقول انا انجنيت. تعرف شو انجنيت؟ يقول واجي واحط المليونين حقتي على جنب. يقول واجي واخذ 6 مليون واضبطهم. يقول واروح طال عمرك لدبي. يقول جيت دبي. يقول يوم دخلت ولا في ناس، اول ما دخلت عاد من المنفذ وكذا، يقول دخلت على يقول ولا في ناس نايمين باستراحه محطه. يقول يا ولد مولين. يقول وانا داخل يطالعون فيني كذا ناظروا. وين؟ قلت والله رايح دبي عشان. قال خلصت الاستمارات يا الربع. قال خلصت الاستمارات والله خلصت، هذا احنا راجعين الحين ما لا حصلنا لا هذه ولا هذيك. يقول انا عندي حول 2000 اسم جدهم هذولا وين قاعدين؟ يعني شيء تعرف اللي المبلغ تقريبا 2000 او 3000 اسم عفوا، يعني كذا بالمبلغ مبلغ كبير تقريبا 6 مليون مليونين طلع له، يعني كل المبلغ 8 مليون. فيقول الناس هذول وين اوديهم؟ صاج. قال لي والله هذا انت ارجع لهالك. يقول انا شايل شنطتي فيها فلوس ما حد يدري فيها فلوس. يقول وانا اطلع طال عمرك. يقول يوم جيت على الفندق دقيت على الفندق السلام عليكم السلام، قلت ابي يعني ارقى فندق عندكم بدبي. يقول مكاتب موجوده هناك، ابي فندق فيه خزنه وفيه امور وكذا. المهم وصفوا لي فندق ويقول روح اسكن. يقول تو فاتح بدبي هاك الوقت يعني. يقول واجي واحط الفلوس كلها بالخزنه واضبط الامور واسوي واسنع وسكر الخزنه قفل قفلين ومفاتيح يقول انا اجلس. قلت الحين خلني ادق على خويي اللي قال لي عنده استمارات بيضبط اموري لا ينكبني. الفلوس هذه فلوس ناس، وانا والله العظيم ما يضيع ريال للناس نهائيا. قسم بالله ان كان وجهي اكل وانا اولي وانا اروح يعني. يقول وانا اجي طال عمرك ادق على الرجال. يقول يوم دقيت على الرجال رد علي مرحبا. قلت هلا والله كيف الحال؟ سام. قلت ناصر معك. قال حياك الله يا حبيبي. قلت يا طول العمر انا عندي تخبر انت الفلوس يعني نبي نخلص الاستمارات. قال لي وين ساكن؟ قلت والله ساكن بمكان فلاني. قال خلاص جايك. يقول شوي طال عمرك ولا على جيته.
يقول انا جالس بلوب الفندق انتظر، ما حسيت ولا رجال مطاول كذا شوارب هنا، حط ما في لا لحيه ولا شيء، يقول دخل علي مرحبا، قلت هلا والله، قال ناصر، قلت اي والله ناصر. هو يجلس يقول معه شنطه صغيره، يقول ايش سويت؟ قلت والله ما سويت شيء انا انتظرك قال حلو ممتاز، يعني ما سويت شيء، ما رحت البنك، ما ودعت فلوس، ما سويت. قال لا ما سويت ولا شيء، للحين جالس وانتظر، يعني انا بشوف انت وش تبيني اسوي. قال ممتاز جدا. كم تبي استماره؟ قلت والله بيلي تقريبا 2000 استماره. قال 2000 استماره حلو، هاي طال عمرك 1000 استماره. ممتاز. قلت حلو. قال هذه استمارات، عندك اوراق الجوازات الصور والامور هذه كلها؟ قال لي عندي اوراقهم كلها، الصور موجوده. قال ممتاز. الليله هذه لا يصبح الصبح يقول بهالوقت انا 24 ساعه ما نمت ابدا، ما قدرت انام نهائي. يقول قال لي هالاوراق هذه لا يصبح الصبح الساعه كم الحين؟ قال الساعه 11 بالليل. قال حلو، لا تجي الساعه 8 الصبح الا انت معبي 1000 ورقه، وهذه 1000 ورقه ثانيه الاستمارات خلها عندك، بكره عب لنا 1000 ثانيه وما عليك، احنا نضبط الامور كلها وادق عليك الساعه 8 الصبح تكون جاهز. قلت له تم. يقول راح الرجال ما طلب مني ولا شيء ولا قال لي اي شيء ثاني. يقول طلع، يقول واطلع طال عمرك كان الغرفه وابدا طق 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 واكتب، ما خليت ولا شيء، ما خليت اي شيء، واكتب. يقول والله العظيم قربت الساعه 8 الصبح وانا على جلسه واحده ما قمت الا صليت ورجعت، شاهي جنبي واشرب شاي واكتب. يقول الساعه 999,000، يقول سكرت 1000 على الساعه 8 الصبح. يوم سكرتها وانا امسك الاوراق تعبان ما اشوف قدامي، ودي بس انام. يقول شوي ولا دق التليفون، رفعت السماعه الاخوي، هلا والله وينك؟ قلت والله موجود. قال خلاص اطلع للبنك الفلاني وودع المبلغ هناك. يقول قلت ان شاء الله، بس شلون اطلع؟ اشيل فلوس بيدي واطلع؟ قال لي عادي، راح خذ فلوس ودي البنك. قال خلاص خير، انا اضبط الامور. يقول اجي طال عمرك ودي على الفندق. قلت عندكم سياره من البنك تجي تاخذ الفلوس عندي وانا موجود هنا؟ ما ودي اني ابي اتبعهم واروح معاهم بس الفلوس تكون عندهم. قال لي موجوده الخدمه هذه تقريبا ب 2000 ريال. قال فين؟ قال لي، قال ممتاز جدا، خلهم يجون. يقول يجون دقهم ب 2000 ريال وياخذون الفلوس. طلعوا وانا اطلع وراهم الين جيت هناك، فتحت الحساب، ضبطت الامور، حطيت الفلوس وانا رجعت طال عمرك الفندق ودق على اخوي، قلت الفلوس بالحساب. قال ممتاز، الحين امرك اخذ منك 1000 استماره حلوين. قال حلوين. يقول يجي الرجال واعطيه طال عمرك 1000 استماره. قال خلاص الموضوع عندي اليوم اخلص لك كل شيء، وال1000 الثانيه لا يجي الليل الا انت خالصهم، لاني ابيهم الساعه قبل الساعه 9 بالليل لان اليوم راح نسكر. قال بس ما نمت. قال له عاد كيفك. قال لي يا ابن الحلال، قال اقول لك شيء، وهذه 3000 استماره خلها لك، طقطق شوفها عندك تصرف فيها، عطها لي احد يبي استماره ولا شيء ولا. يقول تعرف اللي طالع قدامي الفلوس موجوده واستمارات 4000 استماره موجوده عندي، وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ يقول وانا اجي طال عمرك واخذ الاستمارات ال1000، يقول وعبي من الصبح الين صار العصر الساعه 4 العصر خلصت الاستمارات ال1000 الثانيه، ونفس الطريقه رحت البنك اودعت الفلوس، رجعت طال عمرك جاني الرجال قال لي عطني ال1000 استماره. يقول هو جاينا الرجال اعطاني الوثائق ان الناس هذول كلهم ساهموا خلاص، هذه اوراقهم مصورها للناس خلاص، يعني طلعتهم من ذمتي، شاركت للناس كلهم ما خليت اي احد. يقول وانا اجي طال عمرك واعطيه ال1000 الثانيه. قال هذه ما في، الساعه 9 بالليل امورك ان شاء الله طيبه. الحين الساعه كم؟ قلت الساعه 5. قال خلاص انتظرني 4 ساعات ولا تبي تنام لك 4 ساعات ضبط امورك. يقول طلع الرجال خذ الاستمارات من عندي على اساس انه يروح يسويها بالبنك ويعطيني الايصالات حقتها، كل واحد وايصاله. يقول وجهي وطالع كذا، قلت هي حظ ومشت معي ومستحيل انها تمشي معي نهائيا يعني. يقول وانا اجي طال عمرك اطالع استمارات الباقيه ولا 3000 استماره. يقول وانا اخذ استمارات واطلع على المكان اللي يساهمون فيه مساهمات غاز، دانا غاز. يقول وانا اوقف هناك، يوم وقفت الناس يقول تعرف اللي ما عنده استمارات واللي هذا يبي يلحق واللي يحاول انه يصيد الواسطه على الاستماره، يقول احطهم قدامي. يقول جاء واحد ناظر فيني قال وش هذا؟ قلت استمارات. قلت تكفى اعطني واحده. قال 150. قال 150 ايش؟ قال 150 درهم. قال هذا 150 جيب. بدا ينتشر الخبر بين الناس الموجودين انه هذه الاستمارات للبيع، في واحد قاعد يبيع استمارات، ويبدون طال عمرك الناس واحد ورا الثاني عطني 10 استمارات، عطني 20 استمارات. يقول ساعتين بالضبط، ساعتين ولا استماره عندي، واحسب على 150 ريال على كل استماره و3000 استماره،
الحسبه عندك. طلع له مبلغ ما شاء الله تبارك الله، تعرف اللي بس يحشي يحط بجيوب، ما في سوالف كينت قبل والامور هذه كلها نهائيا يعني، او تاخذ ابل بي وغيره، وشغالي. وهو طال عمرك يبيع الاستمارات كلها. يقول ما صارت الساعه 9 بالليل الا انا منتهي ميت. يقول وارجع طال عمرك الفندق. يقول ما حسيت الا على دقه الرجال علي. مرحبا ناصر وينك؟ قلت والله بالفندق. قال جايك. يقول شوي الساعه 10 ونص هو يدخل علي. يقول الوقت هذا انا خلاص كبت 48 ساعه وانا ما شفت النوم شو صاير يعني. يقول هو يدخل علي قال هذه ايصالاته. يقول يوم اعطاني الايصالات قلت الحين هذه الايصالات تقريبا 2000 ايصال. قال لي 2000 ايصال. قلت يا اخي بيض الله وجهك والله انك سويت فيني شيء. قال لا الامور طيبه ان شاء الله وخلاص، اهم شيء يكتتبوا الناس ويعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يقول ما قصرت معه واعطيته هديه شكرا جزيلا، ما قصرت بيض الله وجهك ويعطيك العافيه. يقول واخذ طال عمرك استمارات والله ما قدرت انام. يقول من احس انه في امانه واحس اني مستانس واحس اني بروح احصل عندي مليونين يعني، تخيل عندي مليونين ريال يعني موجوده. يقول واجي طال عمرك حجز على اي طياره خذني طال عمرك بس خذني. يقول واركب الطياره ولهلي. يقول يوم وصلت هناك عندي 2000 استماره وانا اجي على الناس رقم اخر الليل واحد السلام عليكم تعال خذ استمارتك، السلام عليكم تعال خذ استمارتك. يقول واجمعهم واحد ورا الثاني كلهم تجمعوا مره ثانيه استماره. بيض الله وجهك ما قصرت ويعطيك العافيه وعز الله تجملت. يقول سبحان الله انا ماني مصدق الوضع. قلت الان لازم انام، ولا صحيت من النوم يحل 1000 حلال، وللتصحيح يحل رب العالمين. يقول واجي طال عمرك واحط راسي وانام. يقول وانا 12 ساعه متواصله على نومه واحده. يقول صحيت من النوم. يقول تخيل الحدث هذا كله، الحدث صار تقريبا 5 إلى 6 أيام من بعد مصيبتي مع الناس اللي انسرقت فلوسي عندهم. تخيل. يقول 6 أيام بالضبط 6 أيام. يقول وانا اصحى انا بحلم، انا كنت بدبي قبل يومين ولا. يقول احاول اصحصح اغسل وجهي كذا، وش اللي صار بالضبط؟ وش العلم اللي وش الحكايه هذه كلها؟ وين هذا؟ لو تسولف الواحد يمكن ما يصدقك لو تحلف له على ما مستحيل تصير. يقول وانا اجي طال عمرك وافتح كبتي وطالع ولا والله في مليونين في فلوس يعني عندي انا فلوس. يقول واجي طال عمرك واخذ الفلوس واطلع البنك واودعهم بالبنك واخذ منهم 500,000 ريال واحطها على جنب. يقول وانا اطلع طال عمرك وادق على الرجال السلام عليكم. السلام. خويه الاول اللي اخذ منه 500,000 مرحبا هلا ناصر كيف الحال شو اخبارك؟ قال الله يطول عمرك موجوده بجي اتقهوى عندك. قال ناصر انا قلت لك العلم اللي عندي يعني. ما عندي علم ثاني، فاذا جاي على الموضوع هذا نفسه ما خلاص انتهى، انا اعطيتك العلم اللي عندي وان شاء الله انه وصل يعني. قال يا طول العمر بس بجيك ابي اسلم عليك يعني. قال خير ان شاء الله محييك. يقول واركب سيارتي وادق سياره السلف واتوجه على الرجال. يقول يوم وصلت عنده طقيت الباب دخلت يا مرحبا. يقول احب خشمه واجلس عنده كيف الحال شو اخبارك طيب؟ قال الله يطول لي عمرك. قال هذه طال عمرك ال 500,000 حقتك. يقول ناظر فيني كذا. يقول كان رجال يعني. يقول ناظر فيني كذا. قال خل ال 500,000 على جنب. شلون جبته؟ قلت والله سالفه طويله. قال ما يصير سالفه طويله ب6 أيام، هذه ما يقبل عقل. شلون جبت 500,000 جايبه؟ قال لا بشرك جبت مليونين. قال شو مليونين؟ خشرنا معك يعني او خاشرنا معك وش المليونين؟ مليونين ب6 أيام. قال والله يا طويل العمر السالفه وما فيها. ويقوم طال عمرك يهذ له السالفه كلها. قال سالفتي 1 2 3 4 والله جاني فرج من الله قسما بالله العظيم اني ما توقعت بيوم من الايام انه يفرج لي الله هالفرج هذا العظيم. مش سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لكن ما فكرت ابدا، ما فكرت انه راح يصير نفس القصه هذه. يقول هو ينزع ساعته، عنده ساعه رولكس يقول جديده. يقول هو ينزع الساعه يعطيني. قال عليه الحرام ما ترد. قال يا ولد، قال قسما بالله ما ترجع. انت بطل، انت انسان خارق، انت انسان خارق. قسما بالله اني ما شفت بحياتي شخص سوى الفعل اللي انت سويته. وش العقل اللي عندك؟ لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله. قال والله عاد هذا لا بحاجه عقل ولا شيء، الله سبحانه وتعالى فتح ابواب الرزق، طاقه الرزق كلها انفتحت وجاني هالمبلغ هذا كله ب6 أيام. قال هذه الساعه هديه
واعذرني اذا ضغطت عليك. قال لا والله حقك، انا اعذرني اللي الفلوس اللي راحت. قال الله يعوضك باللي اكثر منه. مشكور مشكور، بيض الله وجهك بيض الله وجهك. يقول وانا طلع امك البيت، ومن هذاك اليوم وانا ابدا استخدم عقلي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى واحسان ظني العظيم بالله سبحانه وتعالى، الين تفتحت لي ابواب الرزق كلها، لدرجه اني احيانا الد الرزق انا بنفسي والله سبحانه وتعالى يفتح لي من باب ثاني. شفت اللي يقول سكر عليه الباب يطلع لك من الدريش، نفسه يقول من كل حدب وصوب. بدا الله سبحانه وتعالى، او بديت انا اني احسن ظني بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وسع لي كل ابواب الرزق. اتخذت الاسباب فقط، اشتغلت بحق. ولو واحد غيري يمكن يوم جمع الفلوس هذه كلها حطها بجيبه وفلت، وكثير من الناس يجمعون طال عمرك اموال الناس ويحطوهم بجيوبهم ويفلتون، لكن الله ما يضيع حق مسلم نهائيا، ما يضيع حق عبد من عباده. الله سبحانه وتعالى كفيل وعدل. فيقول سبحان الله يوم رأيت الله سبحانه وتعالى بالناس وحاولت اني اجتهد على اساس سبحان الله، الله عوضني بمبلغ ما احلم فيه اني اطلع سنين. 4 شهور انتظر 500,000، ب6 ايام طلعت 2,000,000. يقولوا منها سبحان الله تفتحت ابواب الرزق وجد واجتهاد وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فشوف احسان الظن بالله في امور كثيره. لا تعتقد انه لما تحط عينك بعين الله يخيبك، ولا تعتقد لما تصد عن الله سبحانه وتعالى وتحاسب نفسك انت قارون انما اوتيته على علم عندي. لما قال قارون الله خفس به الارض، ويخافس فيك بعيد الشر عنكم، ويخافس في كل رجل يعتقد انه وصل من الاموال اللي ما يقدر يزحزح امام عينه نهائيا، يشوف نفسه اني انا اللي ما بعدي، يا ارض انهدي ما عليك قدي. فما يحط عينه بعين الله، ينسى الموضوع هذا. كم بخشم الريال يا حبيبي، بخشم الريال. لا احيانا ما تحتاج خشم ريال، احيانا حتى خشم الريال ما يحشم خشمك. فلازم الانسان يحط بباله من هالقصه البسيطه القصيره، انا اعتبرها قصيره صراحه من روعه ما حدث فيها، انه لابد انك تحط عينك بعين الله سبحانه وتعالى وتتخذ الاسباب والتوكل على الله حق توكله، وابشر والله بالخير. راعي الله سبحانه وتعالى في عباده، وشوف الله سبحانه وتعالى شلون راعيك وشلون تمشي الامور معك في الحياه. قصه بسيطه قلنا نمر عليها ونسولف وناخذ منها حكمه عظيمه. تواجه على خير ان شاء الله. السلام عليكم.